تخيل انك راكب عربيتك في يوم عادي جدا، وفجأة يرن موبايلك. ترد تلاقي حد بصوت مخيف بيقولك لو حاولت توقف العربية او اي حد يخرج منها القنبلة اللي تحتك هتنفجر فورا. يا ترى ساعتها هتتصرف ازاي؟ تهرب وتخاطر بحياتك، ولا تبلغ الشرطة، ولا تضطر تنفذ أوامره؟ النهاردة معانا واحد من أشرس أفلام الإثارة اللي هتحسسك إنك قاعد جوه العربية مع البطل وبتسمع صوت القنبلة وهي بتعد الثواني. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم في رباعية. فيلمنا بيبدأ مع مات تيرنر، راجل أعمال ناجح جدا بيشتغل في مجال الاستثمار والبنوك. وكعادة مات بيبدأ يومه بالتمرين في البيت، وبعد شوية بيجيله مكالمة من شريكه أندروس وبيقول له إن حصلت مشكلة كبيرة وفي عميل مهم عايز يسحب استثماراته من شركتنا. وساعتها بيطلب من مات إنه يكلمه ويحاول يقنعه. ولما مات بيخلص مكالمته بيجهز عشان يروح شغله، وفي نفس الوقت مراته هيزر بتجهز هي كمان عشان تخرج مع صاحبتها كريستينا، وبتقول له إنها بتفكر بعد ما تخلص مع صاحبتها تاخد الأولاد ويخرجوا. بس ساعتها بنلاحظ إن هيزر متضايقة جدا لأن مات مش مركز معاها ومعظم الوقت مشغول في شغله. المهم بتطلب منه يوصل الأولاد للمدرسة في طريقه. مات في البداية بيتحجج إن عنده مكالمات مهمة هيعملها في الطريق، بس ساعتها بيلاحظ إن هيزر متضايقة جدا فبيضطر إنه يوافق. بعدها مات بيجهز وبينزل عشان ياخد أولاده ويوصلهم في طريقه، بس بيلاقي بنته إيميلي بس هي اللي جاهزة. ساعتها بيطلب منها تنادي على أخوها زاك بسرعة عشان ما يتأخرش على الشغل. بعد شوية مات بيسمعهم بيتخانقوا فبيطلع بسرعة عشان يحل الموضوع، وساعتها بيلاقي زاك متعصب جدا فبيحاول يهديه ويعرف منه إيه اللي مضايقه، وبيقول له كل ده بسبب إنك فركشت مع صاحبتك. بس زاك بيفضل ساكت، وبعدها بياخد شنطته وبيمشي. بعدها مات بيركب عربيته مع بنته إيميلي، وساعتها إيميلي بتقول له إنها عندها ماتش مهم النهاردة وبتطلب منه يحضر. بس مات كالعادة بيتحجج بالشغل اللي اخد كل وقته وبيوعدها إن المرة الجاية هيحضر. مات بيتحرك بعربيته وفي الطريق بيلاقي زاك بيتمشى رايح للمدرسة، فبيوقف العربية وبيطلب منه يركب، بس زاك بيبقى رافض. ساعتها مات بيتعصب جدا، فساعتها زاك بيضطر يركب. بعدها مات بيكلم العميل المهم. في الأول العميل بيكون رافض رفض تام وعايز يسحب استثماراته بأي شكل، بس مات بذكائه وبلباقته قدر يقنعه بكلامه المؤثر لدرجة إن أولاده هم كمان اتأثروا. وبعد ما بيخلص مع العميل إيميلي بتبقى معجبة بيه جدا وبتسأله إزاي قدرت تقنعه. بيقول لها إن الموضوع معقد شوية بيبقى عايز خبرة، وأنا بقالي في الشغل ده أكتر من 30 سنة. بس ساعتها زاك بيقطعه وبيقول له إن الموضوع كله إنك بتعرف تكذب. زاك ساعتها بتجيله رسائل كتير على تليفونه، وبحركة خبيثة من إيميلي بتلقط الاسم وبتقول لأبوه. فساعتها زاك بيتعصب جدا، بس مات بينجح إنه يهدي الدنيا ما بينهم. وفجأة بيسمع مات صوت تليفون بيرن. في الأول بيفتكر تليفون واحد من أولاده، بس الأولاد بيقولوا إن مش تليفون حد منهم. فمات بيفتح الشنطة اللي صوت التليفون جاي منه، بيلاقيه تليفون قديم وكمان جاي الاتصال من رقم مجهول. مات في الأول بيبقى متردد إنه يرد، بس فضوله بيخليه يرد. وساعتها بيلاقي صوت واحد غريب بيقول له على فكرة أنا أعرف كل تفاصيل حياتك. بس المفاجأة الكبيرة لما بيقول له إن في قنبلة تحت الكرسي بتاعك، وبمجرد ما ركبت العربية القنبلة اتفعلت، ولو حاولت تنزل من العربية القنبلة هتنفجر فورا. مات بيفتكر واحد من صحابه عامل فيه مقلب سخيف فبيقفل في وشه السكة، بس بيتفاجئ لما بيلاقيه بعت له رسالة فيها صور ليه جوه بيته. وفجأة أولاده بيصرخوا بيقولوا له حاسب. مات بيوقف العربية في آخر لحظة قبل ما يعمل حادثة. مات بيبدأ يفقد أعصابه وكل اللي شاغل باله مين الشخص ده وإزاي صورني جوه بيتي. ساعتها بيعرف إن ده شخص مش بيهزر، ده كمان مراقب كل تفاصيل حياته. بعدها مات بيمد إيده تحت الكرسي، والمفاجأة إن بيلاقي حاجة غريبة متركبة تحت الكرسي. بسرعة بيقف على جنب ويطلع تليفونه عشان يصور، والمفاجأة لما بيشوف الصور وبيتأكد فعلا إن في قنبلة تحت الكرسي. مات بيبدأ يتوتر جدا، وأولاده بدأوا يلاحظوا إن في حاجة مش مظبوطة. في اللحظة دي تليفونه بيرن تاني، وأول ما بيرد الشخص الغريب ده بيهدده لو قفلت في وشي تاني هفجرك أنت وأولادك، وبيحذروا ان القنبله متوصله بلوحه ضغط ولو فكر اي حد منكم يطلع من العربيه كلكم هتنفجروا. وكمان القنبله متوصله بجهاز تفجير عن بعد عشان لو قلت بعقلك وفكرت تكلم البوليس ساعتها هفجرك. وبيعرفوا انه مراقب كل تحركاته. وفجاه الشخص المجهول ده بيؤمر مات انه يجمع كل تليفونات اولاده ويرميها بره العربيه. وقتها بيلاحظ مات ان في موتوسيكل ماشي وراه وما بيبعدش عنه لحظه. فمات فجاه بيفرمل بقوه، الموتوسيكل اللي وراه ما بيلحقش
بيقف وبيخبط فيهم. بس المفاجأة لما بيشيل الخوذة تطلع انها حبيبة زاك، وكانت ماشية وراهم عشان تصالحه بعد المشكلة اللي حصلت بينهم. زاك بيكون عايز ينزل من العربية، بس بسرعة مات بيقفل الابواب وبيتحرك بالعربية. بعدها مات بيطلب منهم تليفوناتهم، لكن زاك بيرفض تماما انه يديله تليفونه. في الاول مات بيحاول يهدي الجو ويخليهم ما يتخضوش، لكن مفيش حل غير انه يقول لهم الحقيقة. اسمعوني كويس، في قنبلة في العربية، لو حد نزل من العربية هتنفجر. ساعتها الاولاد بيترعبوا من اللي سمعوه وبسرعة بيسلموه التليفونات. مات بينفذ اوامر المجرم بالحرف وبيفتح الازاز وبيرميهم بره. بعدها المجرم بيبعت له عنوان على التليفون وبيقول له عاوزك تتحرك فورا وتروح للمكان ده. وقتها مات بيجيله اتصال من زميله سوليفان. لما بيرد بيلاقيه مرعوب جدا وبيقول له ان في واحد حاطط له قنبلة في العربية. فمات بيحاول يهديه. بعدها بيوصل مات للموقع اللي المجرم بعتهوله، وساعتها بيلاقي سوليفان هناك وبيكون معاه صاحبته اللي مرعوبة جدا وبتحاول تخرج من العربية بأي شكل، بس هو بيمنعها. وقتها من بعيد بيشوفهم شرطي وبيشك ان في مشكلة، فبيقرب منهم. وساعتها بتستغل صاحبته الموقف وبتنزل من العربية، بس ما بيعديش ثواني وبيحصل انفجار قوي بيدمر المكان. وقتها مات بيتصدم من منظر الانفجار اللي قدامه وبيهرب بسرعة من المكان، بس للأسف كاميرات المراقبة بتلقطه وهو بيحاول يهرب. وبعدها المجرم بيقول له بكل برود ده جزاء اي حد ما نفذش اوامري. بعدها بيأمر مات انه يتصل بمراته هيزر عشان في خزنة في البنك باسمه ولازم مراته تروح تجيب كل المحتويات اللي فيها. ساعتها مات بيحاول يتواصل معاها لكن بيلاقي تليفونها مقفول. وقتها المجرم بيضغط عليه وبيقول له قدامك دقيقتين عشان تتواصل معاها. مات مش بيلاقي حل قدامه غير انه يتصل بصاحبتها كريستينا، بس ساعتها بتفاجئه انها مش معاها. بس مات بيحس انها بتحاول تتهرب من سؤاله، فبيصرخ بكل قوته وبيقول لها الموضوع حياة او موت، حياة أولادنا في خطر ولازم أكلمها حالا. بس ساعتها بيتصدم لما بيعرف إنها عند المحامي عشان ترفع قضية طلاق ضده، فبيقفل السبيكر بسرعة عشان عياله ما يسمعوش. بعدها بيتصل بالمحامي عشان يكلم هيزر وبيحكي لها عن الوضع اللي هم فيه، بيحذرها ما تكلمش الشرطة وبيطلب منها تروح البنك فورا عشان تجيب محتويات الخزنة. وفي الوقت ده مات بيلاقي الدنيا كلها مقلوبة بسبب التفجير اللي حصل، وصورته منشورة في كل وسائل الإعلام، والشرطة بتتهمه إنه ليه علاقة بالانفجار اللي حصل. بعدها مات بيوصل قدام البنك عشان ياخد الشنطة من هيزر، بس ساعتها المجرم بيفاجئه وبيقول له خليها اسلم الشنطة للراجل اللي لابس بدلة زرقاء. وفعلا هيزر بتديله الشنطة، بس ساعتها الشرطة بتقتحم المكان وبتقبض على الراجل، وكمان بيحاولوا يوقفوا عربية مات ويمسكوه، بس بينجح انه يهرب من المكان بأقصى سرعة. المفاجأة الكبيرة لما المجرم بيقول لمات ان هو اللي بلغ البوليس. هنا مات بيبدأ يربط الأحداث ويفهم ان المجرم خلاه يظهر في موقع الانفجار عشان الكاميرات تصوره. وساعتها لما يروح البنك يبان انه بيهرب منهم عشان يثبت على نفسه التهمة، وعشان كده مات بيواجهه لو انت مش عايز الحاجات اللي في الخزنة ليه عملت كل ده؟ ساعتها المجرم بيرد بسخرية انا مش عايز شوية الفكة دول، انا عايز فلوس العملة اللي في البورصة. بس مات بيقول له ان الوصول للفلوس دي مستحيل لانها في حساب سري ما يقدرش يوصل له الا بموافقة شريكه اندروس. بس ساعتها المجرم بيبعت له لوكيشن جديد وبيقول له بكل ثقة لو انت مش هتعرف رئيسك هيعرف. وساعتها مات بيجي له اتصال من هيزر، بس لما بيرد بيلاقي صوت واحدة غريبة وبتقول له ان اسمها أنجيلا بيركمان مسؤولة في الانتربول وبتطلب منه يسلم نفسه. وقتها مات بيحاول يفهمها ان هو الضحية زي باقي الضحايا ومالوش اي علاقة بالتفجيرات اللي حصلت، وبيطلب منها تقطع الاتصالات عن المدينة لان القنبلة متوصلة بجهاز تفجير عن بعد. بس أنجيلا مش بتصدقه وبتحاول تكسب وقت معاه عشان تقدر تحدد مكانه. فمات بيتعصب جدا وبيقفل السكة في وشها. بعدها بيوصل مات للمكان وبيتفاجئ لما بيلاقي أندروس هناك، وساعتها بيكلمه أندروس وبيبقى مرعوب جدا وبيقول له ايه اللي بيحصل ومين الشخص الغريب ده اللي عايز يموتنا. وقتها المجرم بيأمر مات انه يطلب منه صلاحية سحب كل فلوس العملاء. مات بيبقى مصدوم مش قادر يقول الكلام ده لصاحب عمره، لكن المجرم بيهدده. وقتها أندروس بيتصدم صدمة عمره لانه مفكر ان مات هو اللي مدبر كل ده عشان يسيطر على الفلوس. بعدها بيأمر المجرم انه يخلص على أندروس بالمسدس اللي موجود في صندوق العربية. وساعتها مات بيتصدم من طلبه وبيرفض فورا، بس المجرم بيهدده انه هيفجره هو واولاده وبيبدأ العد التنازلي. في لحظة توتر قاتلة مات بيرفع السلاح في وش أندروس وبيبقى بين خيارين انه يقتل صديق عمره او ان المجرم يفجر العربية، بس في الاخر مات عقله مش بيطوعه والسلاح بيقع من ايده. وفي اللحظة دي بيمر القطر وبيحجب الرؤية، ولحظة ما بيعدي عربية أندروس بتنفجر انفجار رهيب والشظايا بتطير في كل حتة. بعدها مات بيطمن على اولاده بس بيلاقي ان في شظية دخلت في رجل ايميلي وبدأت تنزف بقوة. بسرعة زاك بيحاول يوقف النزيف بس ايميلي بتطمنهم
المجرم بشجاعتها. مات بسرعة بيحدد أقرب مستشفى على الGPS، بيدوس بنزين وبيطير حرفيا من على الأرض. ساعتها المجرم بيحاول يتكلم معاه بس خلاص مات صبره نفذ، وبيقول له هدفعك التمن غالي. وهو ماشي بأقصى سرعة بيلاقي الشرطة وراه في كل حتة، بس الغريب إنهم مش بيحاولوا يوقفوه، دول بيوجهوه لطريق معين لحد ما بيوصل لمكان مليان عربيات مصفحة وقوات مسلحة. ساعتها بيكون الاتصال مقطوع وبيفقد الاتصال بينه وبين المجرم. ساعتها مات بيستسلم وبيقف بالعربية لما بيلاقي نفسه محاصر. وبعدها بتروح أنجيلا مسؤولة الانتربول ومعاها فريق كامل من خبراء المفرقعات، وبعد الفحص بيكتشفوا إن القنبلة متصلة بكرسي مات بس، وإن كراسي الأولاد آمنة. فعلى طول بيطلع إيميلي وزاك من العربية. إيميلي رغم خوفها بتحاول تتمالك نفسها، لكن زاك بيرفض رفض تام إنه ينزل ويسيب والده. فمات بيحاول إنه يطمنه ويخليه ينزل عشان ينجو بحياته. فزاك في الآخر بيخرج وعينه مليانة دموع، ومات بيفضل لوحده جوه العربية والوقت بيجري. وقتها أنجيلا بتتكلم معاه شوية بس لسه شاكة فيه إن هو ورا كل ده. بعدها بيطلب منها يتواصل مع مراته هيزر، وبيقول لها ما تصدقيش أي حاجة بتتقال، أنا ماليش أي علاقة باللي بيحصل. بعدها أنجيلا بتاخد اللاسلكي منه وبتطلب منه يسلم نفسه بهدوء، بس مات عنيد مصمم يجيب المجرم بنفسه. المكان كله توتر والأسلحة متوجهة على مات، بس هو قلبه ميت، وعلى طول بيدور العربية وبيطير بيها وبيهرب مات من الكمين وبيطلع على الطريق الرئيسي. ساعتها بيرجع الاتصال والمجرم بيأمره يحول الفلوس فورا، بس بيرد عليه مات بتحدي مش هعمل حاجة إلا لما نتقابل وش لوش. المجرم بيهدده إنه هيفجر العربية، لكن مات بيستفزه ويقول له فجرها ساعتها مش هتشوف الفلوس. المجرم بقى مضطر يسمع كلامه وبعت له لوكيشن جديد. بعدها مات بيوصل للمكان وبيكون في قلب المدينة وسط مظاهرات وشغب. بعد شوية شخص لابس قناع غريب بيركب العربية بتاعت ماك، وساعتها بيشيل القناع. والمفاجأة الكبيرة لما بيطلع المجرم أندروس شريكه وصاحب عمره. ماك بيتصدم ومش بيبقى مصدق، يقول له ازاي ده انا شفتك بتولع قدامي. ساعتها اندروس بيضحك وبيقول له احلى حاجه في المانيا ان مواد القطارات مظبوطه، ادتني فرصه اهرب قبل الانفجار. وبيسمعه تسجيل يورطه وهو بيقول دلوقتي انت المتهم الوحيد قدام الشرطه، وبيحول الفلوس واللي هيفجر العربيه. ما تستوعب خلاص انه خسر كل حاجه، شغله واسرته وحياته راحت. وساعتها مات بيضحك بسخرية وبيقول له خطتك عبقرية، لكن عارف الغلطة فين؟ اني مبقاش عندي حاجة اخسرها. وفجأة مات بيدوس بنزين بأقصى سرعة وبيطير بالعربية ناحية الكوبري، وبذكاء من مات بيخبط العربية في العمود. ساعتها بتتقلب على جنبها وبتكون متعلقة في الهواء فوق النهر. وقتها مات بيستغل القنبلة ضد صاحبها وبينط في المية قبل الانفجار بثواني. وفجأة العربية بتولع واندرز جواها، وبكده بيكون مات خلص على المجرم وفي نفس الوقت اثبت براءته. وبدأت الأخبار تنتشر في كل وسائل الإعلام إن مات بريء، وإن أندروس هو اللي كان مسؤول عن التفجيرات اللي حصلت عشان يسرق حسابات العملاء ويسيطر على كل الفلوس. وبكده بنوصل لنهاية فيلمنا.